إيجابية. ليه؟ لأن الأسرة أولا طلع لها ربح إن هي مش بتروح تصنع بره، معتمدة على الصناعة في المنزل، فبالتالي حصل إن هي بقى لها ربح. كمان أهم من الربح أو الكسب المادي، لا كمان حصل ضمان التماسك الاجتماعي بين أفراد الأسرة. تمام؟ ده النظام الثاني. النظام الثالث نظام الطوائف الحرفية. على فكرة نظام الطوائف الحرفية ده ظهر في أوروبا قبل قيام الثورة الصناعية. النظام ده يعني إيه الطوائف الحرفية؟ الطوائف الحرفية معناها مجموعة من الصناع المتخصصين في حرفة معينة. تمام؟ للأسف الشديد طبعا هو قبل ما ينهار النظام ده هو انتشر في سوريا وفلسطين وتونس والمغرب ودول كتير جدا، بس للأسف برضه النظام ده انهار. ليه بقى؟ لعدة أسباب. أول سبب هو التوسع الصناعي. التوسع الصناعي معناه إن في منتجات أو في صناعات معينة كانت رخيصة الثمن. طبعا الناس ما صدقت إن الحاجة دي رخيصة، فأنا يعني بيبقى في إقبال على استخدامها، فأنا هروح أشتري الحاجة الرخيصة حتى لو أنا عارف إن هي مش مضمونة أوي. تمام؟ فحصل إقبال عليه، فده كان يعني التوسع الصناعي هو اللي أدى للإقبال على البضائع أو الصناعات يعني رخيصة الثمن. ده سبب. السبب الثاني هو قيام السلطة العثمانية بإرسال بعض الصناع المهرة إلى الأساتذة، فده عمل طبعا إن صناع المهرة بقى فيه يعني نضارة فيهم، مفيش صناع عارفين يصنعوا كويس، فبالتالي يعني قلت بقى الصناعات بتاعتهم. بعد كده ثالث سبب هو قصر الضرائب على الصناعات او على الحرفيين، فبالتالي هم بقوا بيبذلوا اكبر جهد ممكن عشان يحققوا اكبر نسبه في الانتاج. مش مهم بقى يعني الجوده او الدقه في العمل، المهم ان هم يصنعوا كده وخلاص. بعد كده يمكن نظام المستطاع، وده بيتقال عليه نظام الانتاج المنزلي الجديد. هو على فكره قريب قوي من نظام الصناعه العائليه، بس طبعا بيختلف لان هنا التجار هم اللي بيشتروا المواد الاوليه، وبعد كده اللازمه طبعا للصناعه بغض النظر ايه هي، المهم ان هم بيشتروها ويبتدوا يوزعوها على الصناع في منازلهم، ويستنوا لغايه ما كل الصناع يخلصوا شغلهم وينتهوا من الصناعه، وبعد كده يبتدوا بقى يجمعوها مره ثانيه ويبيعوها يا اما للتجار الاصغر منهم يا اما للمستهلكين، وبالتالي يعني كانوا بيفيدوا. اخر نظام اللي هو نظام المصنع الحديث. نظام المصنع الحديث هو التاجر اللي كان بيشتري المواد الاوليه هو نفسه، بس الفكره ان هو ايه يعني بقى يعني كون ثروه من اللي هو كان بيبيع الصناعات بتاعته، فدلوقتي اصبح معاه فلوس ففكر ان هو ينشئ مصنع، وبالتالي انشأ المصنع وانشأ مشاريع وكده. بس المصانع كانت في البدايه اول ما ظهرت كانت صغيره في الحجم، بعد كده ابتدت المصانع تتطور لغايه ما بقت تبقى يعني اصبح في المصانع آلات ضخمه واعداد هائله من الصناع. حد عنده اي سؤال؟